مواطن امريكي اسمه ريتشارد جونز بيلاقي الشرطه بتدخل بيته وبتقبض عليه، وهو مش عارف ايه الاسباب او هو عمل ايه. بيروح معاهم وبتبدا التحقيقات، وبيعرف ان في عمليه سرقه حصلت في الباركنج بتاع وول مارت. شخص هجم على واحده ست وسرق شنطتها والموبايل بتاعها، وبعد كده هرب في عربيه مع شخصين تانيين. ولما سالوا موظف الامن على مواصفاته وصف نفس الشكل بتاع ريتشارد بالظبط. ولما قبضوا على ريتشارد اتعرض على موظف الامن واتعرض على الست، والاتنين اكدوا ان هو اللي قام بعمليه السرقه دي. ريتشارد اصر ان هو ما عملش اي حاجه، وانه في اليوم ده وفي نفس التوقيت كان موجود في حفله عيد ميلاد، والناس اللي كانوا موجودين في الحفله شهدوا ان ريتشارد كان فعلا موجود. بس القاضي ما اخدش بشهادتهم واتحكم على ريتشارد ب 19 سنه سجن. واتسجن ريتشارد وعدت سنين كتير. سنة 2015 اتنين مساجين جداد يدخلوا السجن، وريتشارد يتعرف عليهم ويحكي لهم حكايته بغرض التسلية. بس يفاجئوه بمفاجأة غريبة جدا، الاتنين يأكدوا ان هم يعرفوا شخص نسخة طبق الأصل من ريتشارد، وانه بنسبة كبيرة هو اللي عمل الجريمة دي. ريتشارد يتواصل مع جمعية اسمها ميدويست انيسنس بروجكت ويحكي لهم حكايته من أولها لآخرها، ويقول لهم ان في واحد شبهه اسمه ريتشارد اموس، اللي هم بدورهم يدوروا على ريتشارد اموس ويكتشفوا المفاجأة ان هو فعلا شبهه نسخة طبق الأصل، ويطلبوا إعادة المحاكمة مرة تانية. وسنة 2017 تتعاد المحاكمة فعلا ويتحكم لريتشارد بالبراءة، وبعد كده يرفع دعوة قضائية تانية وياخد تعويض قيمته $1,100,000. تفتكروا هل التعويض ده كافي الواحد قضى أغلب فترة شبابه في السجن؟ لو عجبتكم الحكاية اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.